الرسام القاتل، الوحش الذي رسم 93 وجها ثم اختفى إلى الأبد. ما تسمعونه الآن ليس مجرد صوت قلم رصاص، إنه صوت أكثر القتلة فتكا في التاريخ الأمريكي، وهو يرسم آخر ضحاياه. هذا الرجل الذي يبدو كجدكم اللطيف قتل 93 امرأة على الأقل، لكن الأمر الأكثر رعبا أنه يتذكر كل واحدة منهن بتفاصيل لا يجب أن يعرفها أحد. اسمه سامويل ليتل، وهذه قصة الوحش الذي خدع العالم ل40 عاما ثم كشف أسراره بريشته. ل4 عقود كاملة كان هناك شبح ينتقل عبر أمريكا، يقتل ثم يختفي. الشرطة لا تشك، الأسر لا تعرف، والضحايا ينسين إلى الأبد. حتى جاء يوم واحد في سنة 2018 عندما طلب هذا الرجل المسن أقلاما ملونة وفجر أكبر فضيحة إجرامية في التاريخ الأمريكي. 93 ضحية مؤكدة، 40 عاما من القتل، 0 شكوك من الشرطة، معدل قتل امرأة كل 5 أشهر. جورجيا، عام 1940، طفل يولد في الجحيم، أم تلقب بالعاهرة، ووالد لا يعرف اسمه، سامويل ليتل، الطفل الذي لم يحبه أحد. في سن 16 ترك المدرسة، في 20 دخل السجن لأول مرة، وفي 30 بدأت المذبحة. كيف نجح في قتل 93 امرأة دون أن يشك به أحد؟ الإجابة ستصدمكم وستجعلكم تشككون في كل شيء. سامويل لم يكن قاتلا عاديا، كان عبقريا إجراميا. اختار ضحاياه بعناية شيطانية، نساء لا يبحث عنهن أحد، مدمنات، مشردات، عاملات في الدعارة. يعرف أن الشرطة لن تحقق كثيرا في موتهن. الخنق بدون أدوات، بدون دم، وبدون أثر. الشرطة تسجل وفاة طبيعية، والقاتل يختفي في الظلام ليبحث عن ضحيته التالية. لكل امرأة قتلها كان هناك عشرات غيرها لم يتم اكتشافهن أبدا. في عام 2012 وفي مدينة كاليفورنيا الأمريكية، الشرطة تعتقل رجلا في 70 من عمره بتهمة تافهة، لكن عينة الحمض النووي كشفت المستحيل. هذا الرجل الهادئ متورط في 3 جرائم قتل تعود للسبعينيات. تطابق مع 3 جرائم قتل غير محلولة، وعندما واجهوه أجابهم: هل تريدون معرفة كل شيء؟ لدي ذاكرة ممتازة. وهنا بدأت أكبر الاعترافات في تاريخ الجريمة الأمريكية. في أقل من عام اعترف ب93 جريمة قتل، واحدة تلو الأخرى، بتفاصيل لا يمكن اختراعها. ما حدث بعدها لا يصدق. طلب أقلاما ملونة وبدأ يرسم 93 وجها، كلها من ذاكرته. الدقة كانت مرعبة، كل تفصيل، كل ملمح، حتى لون الشعر والعيون، وكأنه التقط صورا بعقله.
عندما يخبرك بما كانت ترتديه وآخر كلماتها لا تملك إلا أن تصدقه. لكن السؤال المرعب، لماذا يتذكر كل هذا؟ هل كان يستمتع بالقتل لدرجة حفر كل لحظة في عقله؟ الأطباء النفسيون اكتشفوا بعد دراسة حالة سامويل ليتل أنه كان يعيد رسم ضحاياه لإحياء لحظة القتل في عقله مرارا وتكرارا. وراء كل رسمة مأساة إنسانية، أمهات، بنات، أخوات، نساء نسيهن العالم حتى جاء قاتلهن ليذكرنا بهن. بعض الأسر لم تعرف أن بناتهن ماتت أصلا، عقود من الجهل والألم، حتى رسمها القاتل سامويل ليتل. من أصل 93 ضحية تم تحديد هوية 60 ضحية فقط، الباقي مجهولات إلى الأبد. هذا الرجل عاش 40 عاما كوحش خفي، فماذا لو كان هناك آخرون؟ وماذا لو كان الشيطان الحقيقي ليس القاتل نفسه، بل المجتمع الذي تجاهل صرخات ضحاياه؟ مات سامويل ليتل في عام 2020، لكن أسراره لم تمت معه. فهل يا ترى هل أخبرهم بكل شيء؟ وكم من ضحية أخرى لم يذكرها؟ وهل هناك قتلة آخرون مثله يتجولون بيننا الآن؟ وكم من شخص يموت في صمت دون أن يعرف أحد؟ في هذه اللحظة الآن قد يكون هناك قاتل آخر يختار ضحيته التالية، وأنت لن تعرف أبدا. إذا كانت هذه القصة قد صدمتكم فانتظروا الحلقة القادمة، سنكشف لكم عن قاتل متسلسل آخر لا يزال مجهول الهوية حتى اليوم. ولا تنسوا بدعمنا بالاشتراك في قناتنا والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو. نراكم في الحلقة القادمة.